مساء الخيرات يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض حاجه بقت غاليه جدا، ويعني بقى سعرها مغالى قوي فيه، واحنا بنحتاجها قوي في الحشوات، وهي الجبنه الموتزاريلا. هتعمليها بحاجات موجوده عندك في البيت، وحاجات سهله وكميه كبيره قوي قوي. بص، بتمط وبصبص كده وتلظلظ. بص حبايبي، انا معايا هنا كيلو لبن. تمام. اعمليها بمقدار ده، وانت بعد كده على فكره لو حبيتي توسعي الكميه هيبقى سهل قوي لان انت هتكوني اتمكنتي فيها. بصوا كيلو اللبن ده، عارفين المج بتاع القهوه اللي هو الكبير شويه، اللي هي الكوبايات القهوه، هي دي مليانه خل وعليها عصرتين ليمونه على البارد، وحطها على النار. بصوا انتوا هتلاحظوا ان اللبن قطع. الفكره دي لو انت جبتي لبن وقطع منك سهله قوي ان انت تعمليه، يعني مش هنرمي اي حاجه وهنستفيد باي حاجه في البيت. تمام. بصوا اللبن انا يعني جمعته كده، وخدته لحد ما هخليه ان هو يبقى كوره، واصفيه من الميه نهائي. الميه دي ميه دي حاجه يعني امهاتنا كانوا بيقولوا عليها شرش اللبن. دي لها استفادات كتيره على فكره، انت ممكن تستعمليها في المعجنات، في البيتزا، في القرص، بتخلي الطعم يجنن وبتديله طراوه حلوه قوي. بصوا الجبنه انا عصرتها قوي قوي قوي، وهاخدها كده وهغطيها واحطها في الفريزر لمده ساعه. تمام. الميه اللي طلعت دي اللي هي اللي احنا قلنا عليها الشرشة، انا هستفيد بيها في حاجه دلوقتي. بصوا انا مسكت الجبنه قطعتها حتت صغيره قوي. افضلي قطعي فيها حتت صغيره، وعندك مبشره ابشريها هيكون افضل. ليه بقى؟ لان انا هحطها دلوقتي على حاجه ومحتاجاها ان هي تدوب مني وتبقى سهله. انا بصراحه ما كانش عندي مبشره في اليوم ده، لان انا ما كنتش في المطبخ بتاعي، فمسكتها قطعتها حتت صغيره قوي قوي على قد ما هقدر، وهبشرها كده بالسكينه. خلي بالك لو السكينه بتاعتك حاده، خلي بالك من ايدك. تمام. بصوا حبايبي، احنا الفتره اللي جايه هنعمل انواع جبن كتيره قوي، علشان احنا داخلين على المدارس، كل عام دراسي وانتم طيبين. انا هنا مسكت معلقتين دقيق كبار هرميين، ونزلت عليهم بمعلقتين زبده، ويفضل ان هي تكون زبده حلوه من النوع الحلو. ما تستخدميش الزبده اللي هي الميكس ما بين الطبيعي والصناعي. تمام. هفضل احمر كده في الدقيق لحد ما هخليه، يعني اتاكد ان طعم الدقيق لو هحط عليه حاجه هيختفي، مش هيبقى موجود. ونزلت بمجين من شرش اللبن اللي انا قلت لكم عليه. تمام. انا عايزاه يدوب مني خالص وما يبقاش مكلكع. استعملي عادي المضرب السلك، وهتنزلي ب3 معالق كبار من الجبنه الموتزاريلا، وهتنزلي بالجبنه اللي انتي بشرتيها اللي احنا عملناها من التقطيع اللبن. تمام. وهتفضلي تقلبي فيها لحد ما تدوب تماما معاكي. تمام. الجبنه دي يعني اهو انا نزلت اهو ب3 معالق او معلقتين كبار من الجبنه الموتزاريلا. عايزه تزودي اكتر من جبنه تكوني انت جايباها نوع بتحبيه، عادي مفيش مشكله، احنا عطيناها بس بحيث ان هي تعزز الطعم. تمام. والله طلعت كميه كبيره قوي، وانا لدرجه ان انا عامله الفيديو ده من مده، وانا لسه عامله يعني لسه هنزله لكم. وما شاء الله بصوا بتمط ازاي. والله طلعت حاجه رهيبه الجمال. انا اعمليها في توست، حطي على التوست ده زيتون واعمليها، هتديكي نفس مطه الجبنه الحلوه، على الاقل حاجه انت عارفاها وعارفه مصدرها ايه. هتحشيها في السمبوسك، هتعملي فيها لو انت عايزه تحشيها في باتيه، يعني طعمها يجنن. اتمنى ان انتوا تجربوها، وان شاء الله هتعجبكم. وزي ما اتفقنا ما تنسينيش في الاشتراك، وتنسيني في ان انت تشيري الفيديو عشان الكل يستفيد منه. بصوا طلعت حوالي علبتين من الكميه دي، وكان طعمها ومطتها تجنن. ان شاء الله هتعجبك، وان شاء الله هتعمليها وهتكتبي لي في الكومنتات. وحشتوني جدا، والفتره الاخيره اتاخرت عليكم لان انا كنت تعبانه. يا ريت تدعولي، ويا ريت تنتظروني فيديو جديد. وان شاء الله هنعمل مع بعض سلسله حلوه قوي للجبنات وحاجات حلوه، عشان احنا داخلين على موسم المدارس، وهنعمل مع بعض الفتره اللي جايه اللانشون. ما تنسينيش في الاشتراك، ما تنسينيش في الشير، ويا ريت تفعلي زر الجرس عشان كل حاجه جديده انزلها توصلك. بصوا المطه جميله ازاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.